تحية طيبة لكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، ومرحبا بكم في هذا الموعد الإعلامي الجديد. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا، ونرحب ترحيبا خاصا بكل المتابعين الأوفياء، كما نفتح قلوبنا لكل المتابعين الجدد الذين انضموا إلينا مؤخرا. شكرا لكم على تفاعلكم وثقتكم التي تشكل دائما الدافع الأكبر لتقديم محتوى يليق بانتظاراتكم. ليلة أوروبية خالدة، باريس سان جيرمان يحلق وبايرن ميونخ يقصي ريال مدريد. في واحدة من أكثر ليالي كرة القدم إثارة هذا الموسم، عاشت الجماهير الأوروبية أحداثاً درامية حملت في طياتها الفرح، الخيبة، والتألق الفردي والجماعي. فقد نجح باريس سان جيرمان في فرض نفسه بقوة بعدما حسم مواجهته أمام ليفربول، بينما تلقى ريال مدريد ضربة موجعة بإقصائه على يد بايرن ميونخ في مباراة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة. دخل باريس سان جيرمان مباراته بثقة واضحة ورغبة قوية في الحسم المبكر، معتمدا على تحركات نجومه وسرعة انتقاله من الدفاع إلى الهجوم. وكان عثمان ديمبيلي أحد أبرز العناوين في هذه المواجهة، حيث شكل خطورة مستمرة على دفاع ليفربول رغم إهداره فرصة محققة في بداية اللقاء كادت أن تمنح فريقه التقدم. وعلى الجانب الآخر، حاول ليفربول العودة في النتيجة من خلال تحركات محمد صلاح الذي صنع أكثر من فرصة، لكن غياب اللمسة الأخيرة حال دون التسجيل. ومع مرور الوقت بدأت الأفضلية الباريسية تتحول إلى واقع ملموس، حيث نجح ديمبيلي في ترجمة تفوق فريقه إلى هدف أول قبل أن يعود ويؤكد تفوقه بهدف ثان، مانحا فريقه فوزا مستحقا وتأهلا مهما. كما لعب أشرف حكيمي دورا بارزا في تنشيط الجبهة اليمنى، بينما كان الحارس ماتفي سافونوف سدا منيعا أمام محاولات ليفربول. في المقابل، شهدت مواجهة ميونخ بين ريال مدريد وبايرن ميونخ سيناريو دراميا لا يقل إثارة. فعلى الرغم من تقدم الفريق الإسباني في النتيجة أكثر من مرة، إلا أن الفريق البافاري أظهر شخصية قوية وقدرة كبيرة على العودة. تألق هاري كين ورفاقه كان حاسما، خاصة في الدقائق الأخيرة التي شهدت انقلابا كاملا في مجريات اللقاء. وكانت نقطة التحول الأبرز في المباراة طرد إدواردو كامافينجا، ما منح بايرن أفضلية عددية استغلها بأفضل شكل ممكن ليسجل هدفين قاتلين أنهيا آمال ريال مدريد في العودة. وبذلك انتهت المباراة بفوز بايرن ميونخ بنتيجة 4-3 ليحسم التأهل بمجموع 6-4 في مباراتي الذهاب والإياب. تؤكد هذه النتائج أن المنافسة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بلغت ذروتها، حيث لم تعد الأسماء الكبيرة وحدها كافية لضمان التأهل، بل أصبح الحسم مرتبطا بالتفاصيل الصغيرة والجاهزية الذهنية في اللحظات الحاسمة. وبين طموح باريس سان جيرمان وخبرة بايرن ميونخ، يبدو أن الجماهير على موعد مع مواجهة مرتقبة تحمل كل مقومات الإثارة والتشويق. في النهاية، تثبت كرة القدم مرة أخرى أنها لعبة المفاجآت، حيث يمكن للحظة واحدة أن تغير مصير مباراة كاملة. ولتفصيلة صغيرة أن تصنع التاريخ. في ختام هذا اللقاء، لا يسعنا إلا أن نجدد شكرنا وامتناننا لكل من تابعنا وشاركنا هذا النقاش. تحية خاصة لمتابعينا الأوفياء، وأهلا وسهلا بكل الوجوه الجديدة التي نعتز بانضمامها إلى هذا الفضاء. تفاعلكم هو قوتنا، ودعمكم هو استمراريتنا. إلى لقاء قريب في موعد إعلامي جديد. دمتم في رعاية الله وسلامه.